لو داخل مطعم، امتى تدفع ضريبة القيمة المضافة اللي بتبقى على الفاتورة اللي هي 14% وال 12% خدمة؟ اي حد بياكل في مطعم وجه لقى ان هو مطلوب منه ان هو يدفع ال 14% ضريبة قيمة مضافة، اول حاجة لازم يتأكد منها ان هو يلاقي علامة التسجيل في او شهادة التسجيل في القيمة المضافة، ودي غالبا بتبقى محطوطة ورا الكاشير مباشرة او في مدخل المحل. فلو ما لقيتهاش فمن حقك، مش من حقك ان انت تدفع ضريبة ال 14% القيمة المضافة. تاني حاجة ال 12% خدمة. ال 12% خدمة دي اصلا المفروض ان هي بتتوزع على العاملين اللي هم الستاف اللي بيخدموا على الناس، اللي هم الويتر يعني، اللي بيخدموا على الناس. وطبعا دي بتتقسم 85% من ال 12% دول بيروحوا للعمال المفروض اللي هم بيخدموا على الناس، وباقي ال 85% من ال 12% دول بيبقوا هالك في المعدات او بيرجعوا للمحل علشان الهوالك اللي بتحصل اثناء تقديم الخدمة. فلو انت ما لقيتش شهادة القيمة المضافة او ضريبة القيمة المضافة في المطعم اللي انت بتاكل فيه، فمن حقك ان انت ما تدفعش ضريبة القيمة المضافة. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.